من أيام قليلة انتهى عرض حكاية رولات من مسلسل في كل أسبوع حكاية، واللي كان معروض على قنوات CBC وحلقاته الخمسة موجودة على منصة واتشت. الحكاية من بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي اللي هيكلمنا عنها بالتفصيل أكتر من خلال لقائنا معاه، وهنعرف منه إيه الرسالة اللي حابب هو وصناع المسلسل يوصلوها للمشاهدين. شكلك مستغرب أوي. بصراحة بس النهاردة في حاجة فيك متغيرة شوية. كلمتني في التليفون قلت لي خليكي قاعدة في البيت استنيني، ما تنزليش والغي كل مواعيدك. مشيت كل الناس اللي بتشتغل في البيت، بيسي فستان حلو، هجيب أكل من بره، كلام حلو كتير بقالي فترة ما سمعتوش. اللي شفنا واحنا بنتخانق امبارح. بلاش نتكلم عن امبارح. حكاية كل أسبوع، الحدوتة بتاعتنا رولت. أنا سعيد بيها جدا جدا جدا، لأنه الحمد لله زي ما بيقولوا كده ربنا كرمنا فيها من ردود أفعال الناس. كل العناصر بصراحة، أستاذة مها سليم، أستاذ معتز حسام، والإخوة والسادة الممثلين يعني، والمؤلف الرائع اللي كتب رولت، بشكره بشدة على هذه الفكرة. سألنا الفنان نضال الشافعي على أكتر الحاجات اللي شدته إنه يشارك في حكاية رولات. واحنا بنعمل بروفات الترابيزة كان في حاجتين شدانا احنا كلنا، أنا ومعتز ونجلاء وأستاذة مها. هما تفصيلتين. التفصيلة الأولى هي فكرة العلاقة الإنسانية ما بين الزوج والزوجة، إنه ما ينفعش مهما كان الفعل صغير أو كبير، كان غلط أو كان صح، إنه أي طرف من الطرفين يخبي هذا الفعل أو هذه المشكلة أو هذه الغلطة عن الطرف الآخر، لأنها شراكة وحياة واحدة. فبالتالي ما ينفعش أتصرف من دماغي. في النهاية طالما أنا قبلت إنه أعيش مع فرد مكون من أهل وعيلة وتفاصيل وتربية، وإن احنا نعيش مع بعض في بيت واحد، فينفعش كل واحد فينا يتصرف من دماغه، وعشان أنا خايف إنه يزعل في هذه اللحظة الوقتية أو خايف إنه يتضايق فأخبي عليه. وما ينفعش من الناحية التانية أصلح الغلط بغلط والغلط يكبر. ودايما يقولك إنه لما بيبقى في مشكلة ما بين الزوج والزوجة، لو سكتوا عنها، الكلمة اللي زعلت بعد يوم بتبقى كلمتين، بعد يومين بتبقى 10. كل واحد بيبقى في دماغه سيناريو بيكبر. ايه ده ما جاش، ده ما صالحنيش، ده ما عملش، لا ما هو اصلي مع الحكايه والحاجات اللطيفه دي بتبقى ايام سودة. وهو بالناحيه التانية برضو الراجل بيزعل، طب ما جاتليش، ما قالتليش، ما حصلش، طب ليه، طب وانا عملت ايه قبل كده عشان. فبتكبر المشكله. فاحنا من ضمن الحاجات اللي في رولت اللي كنا مركزين عليها انه المشاكل ما بين الاحبه او ما بين الزوج والزوجه لابد ان نواجهها باسرع وقت ممكن، بحكمه وبرويه وبدون تدخل احد. يحاولوا هما الاثنين يحاولوا يحلوا مشاكلهم في اسرع وقت ممكن عشان هذا البيت يستمر، هذه الزيجه تستمر. وطالما بدات بحب ما ينفعش تنتهي من غير حب. ده لا قدر الله لو هتنتهي، لكن تكمل وتبقى أفضل كعلاقة سوية. يعني من ضمن المشاكل اللي حاولنا نعرضها إنه الفنان خايف على نفسه، خايف على نفسه، إنه النهاردة عليه الأضواء، النهاردة الناس بتتكلم عنه، النهاردة هو موجود على الساحة، الله أعلم بكرة بعده على أواخر عمره الموضوع يبقى عامل إزاي. فجينا على لسان الشخصية بتاعت الزوجة شيرين، وهي بتقول له احنا لازم نأمن نفسنا، محدش ضامن بكرة، ممكن تبقى مجرد اسم في موقع او منشط في جورنان، بكرة الله اعلم هيبقى عامل ازاي. وشاركت في بطولة حكاية رولات مع نضال الشافعي الفنانة نجلاء بدر. نجلاء حفظا للألقاب يعني، هي نجمة جميلة وهايلة يعني. احنا اول مرة نشتغل مع بعض، قد ايه لقيت عندها كم من الحب ومن الشغف بفكرة الفن، بالفكرة الفنية في حد ذاتها. قد ايه دماغها شغالة بشكل كويس قوي. يمكن عشان انا ما كنتش اعرفها قبل كده، او حتى ما تقابلناش على المستوى الانساني يعني بشكل كبير، لكن لما قعدنا واشتغلنا وعملنا بروفات، قد ايه عندها افكار حلوة جدا، قد ايه عندها القدرة على التعبير عن أفكارها على مستوى الحوار، على مستوى الدردشات، على مستوى الأفكار.
وقد ايه استمتعت متعة رائعة لما وقفنا قدام بعض قدام الكاميرا. ايه الاحساس ده؟ ايه الاندماج ده؟ ايه الحالة اللي بتعيشها وبتتصورها وبتتسرب ليكي من خلال عينيها. حاجة بصراحة يعني استمتعت متعة عظيمة ان انا اشتغل مع نجلاء. دوري. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.